احنا في اللقاء على فكره. انت بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ احنا في اللقاء ده انا بقدمك بقالي ساعه. بتهزر يا ابني. هي زريبه يا حبيبي. يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، يا حول يا اخي ارحمنا يا اخي، بتعمل ايه يا اخي؟ الدنيا واسعه. في ثنائيه صلاح ومرموش مصر تربح اثيوبيا 2-0 بركلتين جزاء. مليون مبروك يا رجاله، بس عايزين اداء اعلى من كده عشان الماتش كده بيض. حد عارف الهدف ده رقم كام في مسيره الدون؟ لو انت عارف اكتب في التعليقات. عالمي عالمي عالمي. نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضرب ما يستحملوش 100 راجل. منهم اتنين قاعدين في الاوضه بيشيشوا، فبطولة طلع تاخدها. شد يا مرات ابويا يا سيدي. خش عليا. يلا يلا يابا فحمه. احنا على الهوا. ايوه ما انا بقول لك اهو. يعني يا صاحبي الكرة خدمتك والحظ خدمك والدنيا قلصت، انت مش عايز تخدم نفسك ليه يا بني ادم؟ الجون فاضي. معلش افتكرت، لو عايز تغيظه هات له زيزو. عايز تغيظه هات له زيزو. قولي رايق خلى كله اتضايق. سالوا سباليتي ايه اللي ناقص صلاح عشان يبقى لعيب كبير؟ قال لهم ايه؟ قال لهم انا نفسي يبقى عنده الكاركتر والشخصيه بتاعت ميدو في الملعب. قال لهم كده على الهوا. ماشي. جيت يا ابني. الله عيني عقوبه بعرضك يا باشا، بعرضك يا سعاده بعرضك. احترم نفسك. يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب، يا حول الله يا رب. اركب تاكسي واجيب. شوت اهو داخلين الماتش. كلنا فرحنا، امال الجون جه في مين؟ ودي فايدة ان يكون معاك لعيب تقيل في الملعب. بسم الله ما شاء الله، لازم يكون في لعيب تقيل في الملعب عشان يقدر يسد مع زمايله. لا وكمان حريف. شفت حط الكرة ازاي؟ عالمي يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا اخوانا احنا عندنا مشاكل في الدفاع، يعني حاجة رهيبة. يعني احنا في افتتاحية الدوري يخش فينا جونين واحنا اللي نتعادل معاهم. يعني احنا اللي نتعادل مع مودرن فيوتشر. احنا معانا زيزو وبن شرقي وامام عاشور، النجوم اللي ما فيش زيها في مصر، والصفقات اللي دفع فيها ملايين. بصراحه انا حزين. يعني الزمالك كسب امبارح وبيراميدز كسب واحنا نتعادل في اول ماتش. لا انا كنت متوقع ان احنا هنكسب 4-0 يعني، وقلت الكلام ده امبارح، بس مش عارف ايه اللي حصل. احنا اكيد واخدين عين. جمهور الزمالك قاعد يردح على زيزو امبارح، بس يعني هو اللي عامل الاسيستين يعني، سبحان الله. يلا ربنا كبير، عادي احنا كده هناخد الدوري برضه، مفيش مشاكل. شوف يا اخوانا، من المعروف ان اللاعب بياخد جايزه في الموسم 2 بالكتير لما يتمعظم، لكن امام عاشور لم الجوائز كلها السنه دي. هداف الدوري، احسن لاعب في مصر، احسن خط وسط مهاجم. الله عليك يا كابتن امام، عاش يا وحش. ابن النادي يا اخوانا، ابن الاهلي.